كلنا عدينا بمرحلة الكسل اللي فيها كل حاجة بتبقى تقيلة، حتى مجرد انك تقومي تشربي مية. بس يا ترى هو الكسل ده طبع ولا مجرد حالة مؤقتة نقدر نخرج منها؟ في الفيديو ده هقولك ازاي تغيري نفسك من بنت كسولة لبنت متفوقة. مشكلتنا اننا بنلوم نفسنا اول ما نحس بالكسل، بس عمر اللوم ما كان حل. جربي تسألي نفسك انا ليه كده؟ يمكن مضغوطة، يمكن مش حاسة ان اللي بعمله ده ليه معنى، أو يمكن تعبت ومحتاج راحة. أوقات الكسل بيكون إنذار إن جسمك أو قلبك محتاج اهتمام أكتر، فبدل ما تزعلي من نفسك افهميها وتعاملي معاها بحنان مش بعقاب. المكان ليه تأثير ضخم على طاقتك. أو أوضتك مكركبة أو مظلمة مستحيل تحسي بالحماس. ابدأي بخطوات صغيرة، زي مثلا شيلي الحاجات الزيادة، نظمي مكتبك وخلي دايما فيه لمسة حلوة تعبر عنك، زي وردة، شمعة أو إضاءة دافية. صدقيني لما المكان بيتنضف دماغك كمان بتتنضف. كل بنت جواها نسخة متفوقة وجميلة ومستقلة، بس محتاجة تديها فرصة إنها تطلع. اقعدي دقيقة كده وتخيلي نفسك بعد شهرين منظمة، بتصحي بدري، بتذاكري، بتحقق أهداف. شوفي شكلها، لبسها، إحساسها من نفسها، وخلي الصورة دي دايما قدامك حتى لو على ورقة في المراية. كل مرة بتتكسلي فيها، الكسلان مش بيكره الشغل، هو بس بيخاف من البداية. فجربي قانون ال10 دقايق. قولي لنفسك هبدأ بس 10 دقايق، وبعدها لو زهقت هقف. وهتتفاجئي انك كملت نص ساعة وساعة وساعتين من غير ما تحسي. السر مش في القوة، السر بس في البداية. كل مرة تتكسلي افتكري انك بتبعدي عن البنت دي، كل مرة تشتغلي بتقربي منها اكتر. مش لازم تبقي مثالية عشان تبدأي، ابدأي وانتي مش كاملة بس عندك نية حقيقية. حبي نفسك في ايام النشاط وفي ايام الكسل كمان. خدي بالك منها، نامي كويس وكلي كويس، واهتمي بنفسك كأنك اغلى حد في حياتك، لانك فعلا كده.